السلام عليكم، معكم نادية من قناة فضاء بنت المغرب. مرحبا بكم. مرحبا بكم معايا من جديد فيديو ديال اليوم. غادي نشارك معكم الحريره بالشوفان. نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا بصيله قطعتها مع القزبر والمعدنوس حتى هما قطعتهم، وغادي نديروهم في المولينكس. دايره فيها واحد شويه ديال الماء باش هكا يتطحنوا لي مزيان. كندير فيها ديك القزبر والمعدنوس والبصله، نخليهم حتى يتطحنوا مزيان وكيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نديرهم في الكوكوط، غادي نزيدو عليهم الماء، كنزيد الحمص اللي كان مرطب عندي وكنت دايراه في الكونجيلاتور. غادي نزيد شويه ديال العدس مع الفول من بعد ما غسلتهم ونقيتهم. وكنزيد طريفات ديال اللحم غير باش نسم الحريره ديالي صافي. وكنزيدو الماء الكافي. غادي نقفل عليها الكوكوط ونديرها طيب حتى يطيب ليا الحمص وعاد نحل عليها. هنايا عندي الشوفان غادي نطحنو حتى هو مزيان. صراحه هاد الحريره كتجي بنينه وكتجي صحيه بالنسبه للناس اللي كدير ليهم الحرقه. الحريره ديال الطحين جربوا هذه غادي تعجبكم وما غاديش دير لكم قرحه المعده او الحرقه. من بعد ما طاب ليا الحمص حليت على الكوكوط ديالي، غادي نزيد عليها مطيشه ديال المعلبه او ديال الطاس. كديروا القدر ديال 2 معالق كبار او 3 ديال المعالق كبارين. من بعد كتحركوها مزيان باش هكا ما كتبقاش مكوره ليكم. وكتزيدوا واحد راس ديال المعلقه السمن وحتى هو كيزيدها واحد النكهه رائعه. صافي هنايا بديت كندور الحريره ديالي بالشوفان اللي خلطته بالماء. بالنسبه للشوفان خاصكم نتوما كتخويوه في الحريره وانتوما كتحركوا باش ما كيتكورش ليكم. انا هنايا غير كنوري لكم مع كنصور، خاص نتوما كتخويو وانتوما كتحركوا في نفس الوقت. من بعد ما ساليت من التدوار ديال الحريره كنزيد عليها الشوربه والمحمصه حتى الاخر، وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. ما غاديش نولي نقفل عليها الكوكوط. وكنزيد واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس في الاخر. صافي هنايا قربت نطفي على الحريره ديالي، كنزيد ليها شويه ديال المعدنوس باش كيزيدها واحد النسمه رائعه. بالنسبه لهذه درت معاها البيتزا اللي عجنتها وخليت العجينه ديالها خمرات، وهنايا كنقادها قسمتها على 2 وغادي ندير 2 ديال البيتزات باش هكا نرافقهم مع الحريره. وبالنسبه لاباط ديال البيتزا راني دايره معكم طريقه التحضير ديالها في واحد لا فيديو، غير قلبوا عليه وغادي تلقاوها ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه هنايا قطعت الفليفله مع البصله،
غادي ندير عليهم زيت العود ونخليهم يتشحروا ليا. وعندي هنايا الكفته اللي طلقتها حتى هي شحرتها في المقيله. وهنا كنوري لكم زدت العطريه مع البصله والفلفله من بعد ما نزلات والثومه حتى هي زدتها في الاخر. لاباط من بعد ما طيبتها نص طيبه خرجتها. دابا غادي نعمر البيتزا. وبالنسبه لاصوص تقدروا حتى هي توجدوها، انا شريت هنايا غير لاصوص واجده درتها على لاباط وكنزيد عليها شويه ديال الزعتر من الفوق. الموجودات درتها في الزليفات كيف ما كتشوفوا. المنظر ديالها كيجي رائع والبنه ديالها غزاله، جربوها غادي تعجبكم. والبيتزا حتى هي جات بنينه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بلي لايك لي كومونتير، وإلا كانت القناه ديالي عجباتكم ما تنساوش تابوناو معايا. ومع السلامه.